السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. البطة دي راقدة بقالها شوية كده. تعالوا نشوفوا البيض بتاعها ايه نظامه ومخصب ولا لا، وهوريكم واحدة واحدة وبالراحة للناس المبتدئة التخصيب هيكون وهيتعمل ازاي، او يعني هعرفكم للناس اللي هي المبتدئة يعني ازاي يعرفوا البيض المخصب بكل سهولة. اول حاجة احنا المغرب لسه مأذن من شوية، فانا دلوقتي خدت الكاميرا وطلعت عشان اوريكم البيض المخصب والبيض الفاضي نعرفه ازاي بكل سهولة. تابعوا معانا الفيديو للاخر وعشان نشوف البطة دي البيض بتاعها ايه نظامه وهل كله مخصب ولا لا. اظن البيضة دلوقتي يعني تكاد تكون باينة انها مليانة، لان البيض دي تالت مرة دي او تالت فرزة ليه. فاحنا طبعا اظن هو واضح خالص اهو، المعرق البيض المعرق واللي مش متعرق. شايفين خطوط الدم اهي، واضح اهو زي ما واضح خالص معانا اهو في الفيديو. شايفين البيضة دي تاني واحدة معانا، دي كده التالتة. بصوا فيها دم اهي، نصها مضلم اهو، لان يعني دي الفرزة. شايفين دي بقى فاضية اهي، دي بيضة غير مخصبة، دي بيضة فاضية اهي يا جماعة. شايفين الفرق؟ يا رب يكون واضح. دي ما شاء الله مضلمة خالص اهي، مضلمة خالص اهي. انا عارفة ان انتم مش شايفين قوي، هي الواحدة الاخيرة اللي انتوا شفتوها اللي هي كان فيها عروق دم، دي تاني واحدة تاني بيضة، دي اللي واضحة، ودي كمان واضحة اهي. لان مثلا البيض ده انا كنت حطيته اهو، شايفين جميل وبيتحرك فيه. دي مثلا يعني البيضة دي واضحة خالص اهي، اهي شايفين، والجنين جوه بيتحرك اهو. ماشي. البيض ده كله مش كله عمر واحد، يعني انا عندي بطة كانت بتبيض يعني او بتخلص بيض، فلقيت العدد البيض مش مستاهل فحطيته. ففي بيض مضلم قوي يعني بيض هيطلع قبل بيض، هاخده بقى اعرقه انا او اربيه انا، وهي بتكمل على البيض التاني اهو زي ما انتوا شايفين اهو. احنا بنفرز البيض ده 3 مرات. انا بالطريقه دي لو البيض عمره 4 ايام، يعني البطه راقده بقالها 4 ايام، بعرفه بالطريقه دي، بيتعرف بكل سهوله. شايفين دي بقى؟ شايفين الفرق؟ دي بقى بيضه فاضيه اهي، فاضيه خالص اهي. فانا بفرز المره الثالثه عشان اشوف البيض التاني ايه نظامه، البيض القديم ايه نظامه، وما تعبش البطه في تقليبه وبتاع، والبيض اللي انا حطيته لها جديد اعرف برضو هو ايه نظامه. يعني البيض اللي فيه تمام، الكسر اللي فيه لسه تمام وبيتحرك وتمام وكده ولا لا. اهو واضح، يا رب يكون واضح في الفيديو. شايفين؟ واضح ليكوا اهو. نفس الطريقة بيض الحمام، بيض الكت، بيض البط، اي بيض عندك بتشوفيه بنفس الطريقة بكل سهولة. هي دي اسهل طريقة بكل سهولة.
مم. مم. اظن واضح اهو البيضة. انا يعني بوضح جامد كده، يعني كانت تستكفي بيضة او اتنين، بس انا حبيت اوريكم البيض كله واوضح معاكم للناس اللي هي لسه بتربي جديد او اول مرة وعايزة تشوف البيض بتاعها ايه نظامه وتتأكد. آه. مهم. والحركة جوه كمان اهي، يا رب يعني يا ريت يكون الحركة واضحة. هعمل لكم فيديو ان شاء الله اعرفكم الجنين اللي جوه البطة ده او جوه البيضة ده ذكر او انثى، او يعني اعرف ازاي البيضة اذا كانت الجنين اللي في قلبها يعني ذكر او نتاية، ذكر او نتاية ازاي، يعني البيضة بيبقى شكلها ايه. هعمل لكم ده فيديو مخصص لوحده وهعرفكم يعني هي بتبقى ناجحة يعني مثلا 90%. يعني انا بعرفه البيضة دي بعرفها اذا كان اللي في قلبها ده ذكر او انثى. انا كده رصيت البيض زي ما كان وطلعت البيض الفاضي اهو. هتاخديه تستعمليه عادي خالص، تكسريه، بس لما تيجي تكسريه تكسري كل واحدة في طبق لوحدها، ما تروحيش تحطيه على البيض على طول. اديني هزق لها بقى، الم لها البيض بتاعها شويه كده تحتها، صغر لها المكان، وهي هتدخل بقى ترقد. هي واقفه اهي، هتدخل بقى ترقد عليه دلوقتي على البيض دلوقتي، مالكمش دعوه بيها، هي هتعرف طريقها لوحدها. احنا بالليل يعني ما تقلقيش، طالما المكان مفتوح وهي راقده فيه هتعرفوا. اللي عنده اي اسئله او اي استفسار بخصوص اي حاجه يكتب لنا في الكومنتات وانا هرد عليه او اعمل له فيديو موضح ليه. يا رب ما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.